السلام عليكم. غنهضر لكم اليوم على رضا ولد الشينويه ولا هادشي اللي واقع ليهم اليوم. روينه كحله في البلاد، ما كاينش اللي كيقدر يهضر مع هاد السيد ولا انه يقدر يوقفوا عند الحد ديالو. علاش هاد المشاكل كلها نايضه في البلاد وتحد زعما ما قدر يحرك الساكن؟ علاش زعما؟ حيت هو زعما كاين كيتعنى بالفلوس وكيتعنى بالذهب. هادشي اللي خرج هاد اليومين هادي راه الروينه، ابار داكشي اللي كان خرج من شحال هادي، وهادشي كلشي عارفو. ما غنقولش لكم انا اليوم رضا ولد الشينويه شكون هو ولا فين تزاد ولا فين تولد، غنقول لكم فقط على المشاكل اللي منوضها هاد الايامات هادي. وبداو تيخرجوا حتى الضحايا ديالو. بزاف ديال الناس اللي هضروا في التيك توك على المشكل اللي كان دير رضا ولد الشينويه على حساب التجاره في البشر، وقالوا انه كان كيشتغل او كيمتهن القواده ملي كان في الامارات. هادشي راه خطير، هادشي في الصراحه راه ما كيبشرش بالخير. انا مولفه كنهضر لكم على القصص كما عارفين ان المحتوى ديالي فقط وهو القصص، ولكن ملي كنجي نشوف قنوات اللي كيحطوا التفاهه وكيحطوا شي حاجه اللي ما عندها حتى شي ما ساويه حتى شي بصله، فالناس تيدخلوا عندهم وتيتفرجوا فيهم، وكذلك انهم كيدعموهم وكيشتركوا عندهم وكيتزادوا عندهم المتتبعين والمتتبعات. انا درت القصص وكان هذا هو المحتوى ديالي وباقي هذا المحتوى ديالي، ولكن هذه القضيه هذه ما قدرتش انني ما نهضرش عليها بحال الناس كاملين اللي يهضروا عليها. هذه القضيه حيت كتضر وكتمس بالبلاد ديالنا، يعني شي حاجه اللي خطيره بزاف. اوديوات خرجوا الرضا ولد الشينويه فيهم شي مشاكل وشي بلاوي، الله يحفظنا ويحفظكم. رضا ولد الشينويه راه كان معروف من شحال هادي انه كان كيخدم في الامارات، ولكن حتى شي حد ما كان عارفه اشنو كيخدم بالضبط. كان كيقول لهم انه كيخدم في التجميل وكيوري الناس او كيدي السلعه يخرجها من الامارات وكيجي يبيعها للناس في المغرب كل مره، وشنو الخدمه ديال هاد السيد. ولكن القضيه بدات كتوضح بشويه بشويه. هاد السيد هذا بصراحه ما نكذبش عليكم، انا ما كنتش كنتبعو وما كانش كنعرفو، ماشي ما كنعرفوش، كيطلع ليا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ماشي من الناس اللي كنتبعوه، ماشي من الناس اللي كيعجبوني الصراحه. ولكن هاد الشيء اللي خرج هاد السيمانه او هاد الشهر هذا راه شي حاجه اللي كارثيه، وكنظن انكم كلكم سمعتوا الاوديوات ديالو. قال مهم انا ما عرفتش نقدر نقول لكم واش ديالو، ولكن راه الصوت راه باين ديالو. هو تيقول في داك الاوديو يعني كيتفاهم هو ودري صغير على اساس انه غادي يعني غادي يبيعوا لواحد السيد اخر او غادي يديه لواحد السيد اخر اللي غيعطيه فيه 1500 درهم. الدري ما قبلش ليه بديك 1500 درهم وقال ليه وانت كامل ما ساويش 1500 درهم باش نجي انا نعطيك 3000 درهم انت مالك شكون. المهم هاد الاوديوات راه منتشرين بزاف مواقع التواصل الاجتماعي، ودابا راه رضا عند الفرقه الوطنيه تم الاعتقال ديالو، حيت خرجت واحد الضحيه اللي تيقولوا ان التيك توك ديالها اللي كانوا فيه عندهم فيه متتبعين وكانت كتخدم منه وكانت كترزق به الله، هادشي اللي تيقولوا. وجا رضا ولد الشينويه عطى الفلوس لواحد السيد اللي هما كانوا معاه جوج ديال العيالات اخرين، وداو لهاديك السيده التيك توك ديالها تما فين غتبدا هاد القضيه هادي، الى ان واحد جوج دراري اللي غادي يخرجوا اوديوات اللي فيهم داكشي. شي فضيحه اللي لا حول ولا قوه الا بالله. الله يستر، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين من هذا النوع هذا. كذلك خرج عاوتاني هذاك هشام المداح اللي تا هو كان معاهم تا هوايا، خرج وقال شي حوايج اللي خطيره بزاف. قال بان رضا ولد الشينويه كان قبل كيخدم في دار الدعاره وكان كيضرب البنات وكان كيدير الاجهاضات عنده في الدار من طرف واحد الافريقي. حنا كنا افارقه، ولكن بين كيهضر على يعني على شي حد اخر، يعني الله اعلم منين، اللي كان كيدير البنات الاجهاض عنده في الدار ب2000 درهم، وكان كيضرب البنات الا ما بغاش تمشي مع شي واحد شي زبون كيجي عندها. كانت كتاكل العصام من عند رضا ولد الشينويه، وكان كياخذ الباسبورات ديالهم وكيصيفط الفلوس للمغرب بالاسامي ديال البنات.
كنظن ان هشام المداح ما غاديش يكذب عليه هاد المره، حيت هشام المداح هو براسو قال انا كذاب وكذاب وعارف راسي تنكذب، ولكن في هاد الحوايج هادو بالضبط راه ما نقدرش نكذب، لان شي حوايج راه كتسمعهم غير في الخيال وفي الحلم، ملي كتفيق الصباح كتقول الحمد لله راني كنت كنحلم، حيت هادشي ولينا كنشوفوه حقيقه. وهاد الصابون ديالهم راه ولا كيتنشر، والغسيل ديالهم ولا كيتنشر قدام العلن، وكل شيء ولا كيشوفوا، لدرجه انه ولا كي قلت لكم كيدير الاجهاض للبنات عنده في الدار، وكان كيعطيهم واحد الفانيدات اللي كيشربوهم مهم باش انهم يطيحوا الجنين. وهذا الشيء اللي خرج به المداح راه خايف على راسو من تهديدات كثيره كتجيه عبر الهاتف من عند ناس اللي كيكونوا قراب لرضا ولد الشينويه. وكذلك حتى رضا ولد الشينويه هضر معاه وقال ليه ما تمشيش لهذه الفرقه الوطنيه، راه غتجبد عن مشاكل وتجبد صداع وداكشي. ولكن هشام خايف على راسو من هاد المشاكل هادو كامله، قالك انا غنمشي وغادي حتى بحوايجي باش الا كانت شي حاجه يشدوني عندهم تما حتى كل واحد ياخذ حقه. الله يسر. هادشي اللي ولا كيتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي هادشي راه خطر بزاف، وكنتمنوا انه ينقصوا من هادشي، لان هادشي كتر بزاف. بحال مثلا دوله تونس باللي شافت القضيه بدات كتخرج عن السيطره، حبسوا تيك توك في تونس، ما بقاش تيك توك، ماشي حبسوا التيك توك نهائيا، ولكن لا تعاقبوا الناس اللي كانوا كيديروا التفاهه وكانوا يديروا دوك التحديات ديال الوسخ اللي كانوا كيتسبوا بزاف ديال المشاكل للناس ولبعضياتهم. صحاب التحديات راه شي تحكم ب4 سنين، شي تحكم ب3 سنين، كل واحد وشنو خدا، شي 4 سنين ونص على هاد التفاهه هذه اللي كثرات لدرجه الانسان ما بقاش كيقدر يدخل التيك توك نهائيا. ما فهمتش علاش هما باقين معطلين واشنو كيتسناو باش يديروا يتاخدوا واحد القرار ان التيك توك الا كنتي غتبان فيه بطريقه مزيانه مرحبا، الا كنتي غتبان فيه مشوه من الاحسن خلي شوهتك في داركم. حيت الناس بعض الناس اللي كيديروا هذا الشيء راه تيكونوا الله يستر مربين فيه من صغرهم وكيجيهم كل شيء عادي، نساو ان راه حنا عندنا قيم وعندنا اخلاق وفي اسر محافظه انهم تشوف ديك الحاله اللي كينشروها. فاش غنقول لكم كما قلت لكم وباقا تنقول لكم، انا فقط درت هذا النوع هذا من هذا الفيديو للناس اللي كتبغي هذه الانواع ديال الفيديوهات باش تهضر على ولد الشينويه، حيت انا في الاصل ما عمرني ما هضرت على ولد الشينويه وما كنتش غنوي اصلا لا نهضر على ولد الشينويه ولا غيره. ولكن باللي كنشوف الناس انهم عزيز عليهم بحال هاد المواضيع، داكشي علاش درت لكم على ولد الشينويه اليوم وعلى الاعتقال ديالو اليوم، بعد ما راه قالوا باقين غيخرجوا ضحايا اخرين اللي خايفين من المشاكل وخايفين على ديورهم وخايفين على ولادهم وبزاف د الحوايج. حاجه اخرى بالنسبه لداك الياس المالكي، حتى هو راه خدا 4 شهور ديال الحبس، راه تحكم البارح خدا غير 4 شهور، وعائلته كانوا فرحانين به بزاف 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 على حساب انهم كانوا كيسحبوا غياخذ اكثر وان العقوبه غتكون اكثر، ولكن باللي خدا 4 شهور مسخفات وغيبات وفرحات، المهم تخلط على الفرحه وداكشي لان خدا غير 4 شهور. المهم هادشي اللي غادي يكون عندي في هذا الفيديو هذا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في فيديو اخر بطبيعه الحال، في قصه جديده وفيديو اخر. مع السلامه.